مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الحرس الثوري الإيراني بعد استهدافه القاعدة العسكرية الأمريكية المتواجدة في دولة قطر. القطريون يطالبون بإخراج القاعدة العسكرية الأمريكية من بلادهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالرضا والسرور. اليوم القوات الإيرانية دكت القاعدة العديد اللي عندنا، وهي قاعدة أمريكية لا لنا سلطة عليها يا القطر، ولا نتحكم فيها، ولا لنا شغل فيها، وتنطلق منها الصواريخ وترجع حماد رين حرقود. هذه فرصة لسمو الأمير البلاد، الله يحفظ قطر ويحفظ حكومته ويحفظ شعبها، فرصة لهم يتحرون من ذا القاعدة، يجلسون مع الأمريكان ولا تجمع الشعب في الشارع. هم خرفان، تجمع الشعب كامل في الشارع يقول القاعدة دي ما نبغيها، نقدر نحمي أنفسنا كشعوب. محمد دجاج اللي يخلي حماس تحمي نفسها ويخلي الأحزاب كلها المدعوة من إيران تحمي نفسها، دولة ما نقدر نحمي أنفسنا؟ نقدر نحمي أنفسنا بسواعد أبنائنا وبثقتنا بيننا وبينهم. القاعدة هذه قد تشرن علينا، لا جينا منها خير ولا جاء الشر لحقنا حن. يلحقنا أول ما يلحقنا حن يا أبناء الدولة، يلحق الحكومة، شخصية الحكومة، شخصية الحاكم، شخصية المحكوم عليه. هذه كارثة كبيرة، وهذا أمر متوقع. وش تتوقعون من دول العالم؟ دولة تضربني وقواعدها جنبي. من البديهي من قبل 20 سنة أن إذا حدث هذا ردة الفعل ستكون كذا. هذه فرصة لسمو الأمير والأمير الوالد وكل من يحل ويعقد في البلد هذه، نتجمعون مع شعبهم يقولون للقاعدة الأمريكية كفى كفى، بتعينوا لكم 1000 قاعدة دولها متزنة، ما عندها عدوات مع الشرق الأوسط، ولا هي بيز ولا أداة في كف إسرائيل ضدنا، غير بتحصلون دول محايدة عندهم قوة ويدعمون الناس مثل الدول اللي دعمت باكستان، الصين وعلى شاكلتها. أن نقصف من قبل إيران علشان أمريكا يمشيها نتنياهو مثل خاتم بصبعه، هذا الوضيع اللي ضرره على الشعب اليهودي أكثر من ضرره على المسلمين. هذا خطر على اليهود قبل يكون خطر على المسلمين. حفاظا على كرسيه قوم الحروب شمال الجنوب يعتقد انها قوة. القوة انك انت تفعل بذراعك وامكانياتك الذاتية، مو بتجيب امريكا وبريطانيا واللي معها يدافعون عنك. هذه فرصة لسمو الامير، فرصة لن تتكرر، انه يجتمع الشعب القطري يقسم مرو خشم امريكا. اذا اجتمع الشعب القطري وشعبك معك وانت الامير غصبا عنهم ما حد قال لا. اما يظل الوضع على ما هو عليه، خطر على الحكم ذاته، مو على القاعدة بس، خطر من أمريكا، ما هو من إيران ولا غير إيران، من أمريكا يصير الخطر علينا. الله يحفظكم ويحفظ هالقطر وحكومة قطر وشعوب الخليج كلها من بأس أمريكا وإسرائيل وزبانيتهم. وهذه فرصة بعد، فرصة لحكام الخليج، خاصة حكام الخليج. أنا قلت حكام الخليج لأنك تعرف بيه وتعرف جده وتعرف عده وتعرف ولده. فرصة لكم تتحدون. إلى متى وحن مرتع تجارب ذا الدول المترحرة على رؤوسنا؟ إلى متى؟ يجب غدي عندنا جيش موحد، قوة موحدة، فتح حدود بيننا، وحدة جمركية، وحدة سياسية في القرارات. هذا أمر مهم جدا. كل يوم دعسا على رقبتنا كلب ب 16 وحن مدنقين نتيجة عدوات ومصالح سياسية، وحن لا ناقة ولا جمل في الموضوع. عليهم معاهم. وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب.